السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. النهاردة هنعمل مع بعض الميني باتيه بطريقة سهلة جدا فوق ما تتخيلوا، بمكونات متاحة وموجودة في كل بيت. ولو في حاجات مش موجودة عندكم في البيت هقول لكم على البدائل بتاعتها في عجينة الميني باتيه. بس قبل ما نبدأ الفيديو مع بعض عايزاكم تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس وتعملوا لكم كومنت كده جميل زيكم. ولو اول مرة تشوفوني انا اسمي سحر. تعالوا نشوف هنحتاج ايه ونعملها ازاي مع بعض. وزي ما اتعودنا اول حاجه هنعملها هنختبر الخميره. معايا ربع كوبايه ميه دافيه ومعلقه كبيره من السكر وكيس خميره، هنحطهم ونقلبهم على بعض ونسيبها في مكان دافي 5 دقايق. لو الخميره دي اتعلت وملت الكوبايه اعرف ان الخميره دي ناجحه وهتنجح لي العجينه. تمام. بعد كده بقى نيجي للدقيق بتاعنا. معايا نص كيلو دقيق، معايا كوبايه من الزبادي، معايا 3 معالق كبار من السكر، وربع كوباية من الزيت بما يعادل 5 معالق كبار من الزيت، ومعلقة صغيرة من الملح، ومعلقة كبيرة مليانة من الخل. طيب انا ما عنديش زبادي، اعجن بايه؟ اعجن بلبن حليب او لبن بودرة. تمام. او اللبن القاطع. ما عنديش الحاجات دي كلها، اعجن بايه؟ اعجن بمية خالص. طيب انا ما عنديش زيت، اعجن بايه؟ اعجن بسمنة او بزبدة او بقشطة. تمام. المهم اننا ما نوقفش نفسنا خالص على اي حاجة، وممكن برضو نحط بضاية في قلب العجينة، مفيش مشكلة، عادي جدا. تمام. انا كنت نسيت احط الملح فحطيت معلقة صغيرة من الملح وبقلبها كويس جدا. نيجي بقى للخميره بتاعتنا. بجيب كوبايه الخميره بتاعتي لقيتها علت وملت الكوبايه، هعرف ان الخميره بتاعتي ناجحه وهتنجحني العجينه. تمام. بنزل بالخميره وبالميه بتاعتي بالتدريج. هتيجوا بقى تقولوا لي كميه الميه الدقين اللي على الدقيق، هقول لكم مش هحدد لكم كميه ميه. ليه؟ لان على حسب نوع الدقيق، لان في نوع دقيق بيحتاج سوائل كتير وفي نوع دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير، على حسب نوع الدقيق بتاعكم. تمام. المهم في الاخر تطلع لي عجينه ناعمه ومش بتلزق. تمام. وبعد ما بلم العجينه بعجنها كويس جدا لمده 10 دقايق، عشان خاطر دي حاجه اساسيه في نجاح الباتيه بتاعي. تمام. زي ما انتم شايفين كده بحط ايدي النظيفه عليها مش بتلزق خالص، واسيبها تخمر ساعه كامله، لان احنا في فصل الشتاء. لو في الصيف هتخمر اخرها نص ساعه، لكن احنا في الشتاء. لو عاوزينها تخمر معاكم على طول غطوها ببطانية. انا على طول بعمل كده، بغطيها ببطانية. وبعد ما بتاخد الساعة بتاعتها وتخمر كده براحتها بديها البوكس بتاعي المعتاد عشان خاطر اطلع منها الهواء، ورشة بسيطة خالص من الدقيق، وبقطعها ل4 كور او 3 او 2 زي ما انتم حابين. هي اساسها الزبده الصفراء، بس انا ما عنديش زبده صفراء، اعمل ايه؟ حطيت قشطه على سمنه وقلبتها كويس جدا لحد ما نعمت. طب انا ما عنديش قشطه، اعمل ايه؟ اعمل بسمنه خالص، بس ما حدش يفكر يعمل بزيت لان الزيت هيخليها ناشفه. تمام. وبعد كده بجيب كوره كده من العجين ورشه بسيطه كده من الدقيق وافردها كويس جدا بالنشابه زي ما انتم شايفين. اهم حاجة ما تكونش سمكها رفيع قوي ولا تخين قوي. وبعد كده بجيب السكينة بتاعتي واعمل فيها فتحات، كل فتحتين قصاد بعض. 4 أو 5 أو 6 فتحات، ما ينفعش يكون فتحتين. تمام. تكون فتحات كده كبيرة زي ما انتم شايفين. واجيب الخليط بتاعي اللي هو السمنة على القشطة وادهن كل العجينة بيها. تمام. ما سيبش حتة في العجينة غير ما ادهن بيها الخليط دول. وبعد كده بحط كل جنب على التاني. اظن الفيديو موضح نفسه خالص مش محتاج شرح. زي ما انتم شايفين بحط كل جنب على التاني واروح قلبها كده. تمام. واركنها على جنب لحد ما اخلص باقي الكور، ما اشتغلش فيها على طول، اخلص بس باقي الكور التانية وبعد كده ابتدي ان انا اشتغل فيها. بعد ما خلصت ال4 كور بتوعي بجيب رشة كده دقيق بسيطة، وبجيب بقى اول عجينة معايا انا اشتغلت فيها. تمام. وافردها كده اهوت بالطول بالنشابة بتاعتي. طبعا النشابة بتسهل كل حاجة. وبيكون عندي بقى الجبنة اللي انا هحشي بيها. انا هنا هحشي على هحشي جبنة قديمة على جبنة كريمي، خلطتهم كده ببعض عشان خاطر الجبنه القديمه ما تنشفش مني في الفرن. والجبنه الكريمي لو حطيتها لوحدها هتسيح في قلب العجينه. ممكن نحط جبنه رومي او جبنه موتزاريلا، او ممكن نعمله فاضي من غير جبنه ونحط فيه شوكولاته. الحاجه المتاحه عندكم استخدموها. تمام.
وبعد كده ببرمه كده زي ما انتم شايفين، وباجي لتحت كده القفل بتاعه بقرصه كده في بعض عشان خاطر القفل ما يتفتحش مني. ولو في حته تخينه وحته رفيعه بفرده كده تاني ايه بايدي. وبقيس كل 3 صوابع واقطع بالسكينه. ممكن اعمل اكبر من كده، ممكن اعمل برضو اقل من كده، على حسب ما انتم حابين. وممكن برضو اقطعه بفتلة. بلاش جبنة قريش في الباتيه، لان الجبنة القريش بتكون مليانة مية فهتبوظ لي الباتيه وتخليه معجن. بعد كده بنسيبه يخمر ساعتين عشان احنا في الشتاء. لو في الصيف ممكن نص ساعة او ساعة الا ربع او ساعة بس. وبعد ما يخمر ساعتين 2 هدهن وشه بايه، هجيب بضايه ورشه بسيطه من الفلفل الاسود ومعلقه خل وبقلبهم كويس جدا مع بعض. وبدهن بيها وش الباتيه بس بالراحه خالص عشان خاطر التخمير بتاعي ايه ما يهبطش مني. طب ما عنديش بيض ممكن ادهن وشها بلبن او قهوه او نسكافيه او كوفي ميكس. مفيش خالص ممكن ميه بسكر وزيت. تمام. بحط على وشها حبة البركة وسمسم. مفيش خلاص محطش، مفيش مشكلة عادي جدا. وبعد كده بدخله فرن ساخن قبلها ب10 دقايق. تمام. على درجة حرارة عالية لمدة 10 دقايق او ربع ساعة على حسب الفرن بتاعكم. اهم حاجة تكون درجة حرارة عالية عشان خاطر الباتيه لو دخل درجة حرارة هادية هينشف مني. اهم حاجة درجة حرارة عالية. وبعد ما بيطلع من الفرن بغطيه بكيسة وفوقيها فوطة عشان خاطر احبس الحرارة بتاعته ويبقى طري وجميل معايا. جربوه هيعجبكم. يلا سلام عليكم.